أهلا بكم مشاهدينا. التقى سفير إريتريا في دولة قطر السيد علي إبراهيم أحمد. التقى وزير التنمية الإدارية القطرية الدكتور عيسى سعد الجفال النعيمي، وتناول اللقاء الذي جرى في الدوحة يوم 23 من سبتمبر الجاري علاقات التعاون والشراكة المتطورة بين إريتريا وقطر في كافة المجالات وخاصة التنموية. وكان سعادة السفير علي إبراهيم قد التقى يوم 12 من سبتمبر الجاري بوزير المواصلات القطري السيد جاسم بن سيف بن أحمد، وبحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. أعرب سكان بلدة فروع عن ارتياحهم من خدمات رعاية الأمومة والطفولة والخدمات الصحية العامة التي يقدمها المركز الصحي. وذكرت السيدة حواء إسماعيل والسيدة فاطمة عمر أن حملات التوعية الصحية مكنت المرأة من تلقي الخدمات الصحية والولادة في المركز الصحي. وأوضح السيد صالح أحمد والسيدة فاطمة إسماعيل أن ارتقاء الوعي بمكافحة الأمراض المعدية ساعد في خفض الأمراض وإحداث تغيير إيجابي في حياتهم. وقال مسؤول مركز فرص صحية السيد منجست آب تولدي إن ارتقاء الوعي الصحي ساهم في مكافحة الأمراض والعادات الضارة وإصحاح البيئة. قدم سكان بلدة شامبوقو دعما ماليا بمبلغ 60 ألف نقفة لمساعدة 12 أسرة شهيد في المنطقة، حيث قدم مبلغ 5000 نقفة لكل أسرة. وقال مدير بلدة شامبوقو السيد تسفال ميساق أن سكان البلدة يقومون بمساعدة أسر الشهداء ماليا وعينيا، مشيدا بالمبادرة النبيلة. وشكرت الأسر التي حصلت على الدعم على الإعانة المقدمة، مؤكدة بأن الدعم الشعبي والحكومي يساهم بفعالية في تحسين حياتهم المعيشية. وأشارت السيدة فروين هبت سلاسي من لجنة البلدة أن مبادرة السكان تأتي مواصلة لمساهماتهم المختلفة في مختلف الأوقات، مؤكدة مواصلة الدعم. أكد سكان مديرية سني وأعضاء الجيش الشعبي في المديرية أكدوا مواصلة أنشطة النفير لإنجاح برامج التنمية. وقال عضو الجيش الشعبي السيد هبتة قبل جلازجي بأن النفير الذي يقومون به سرع من وتيرة العمل التنموي، ويعملون في إصحاح البيئة ومكافحة الأمراض المعدية وخاصة مرض الملاريا. وذكر السيد نصر الدين إبراهيم والسيد قبر إكزابير والتآب أنهم يقومون بأنشطة نفير مستمرة لتنظيف محيطهم وخاصة مدينة سني لكونها سوق تجاري كبير، مؤكدين العمل لضمان صحتهم وإنجاح برامج التنمية. تواصلت اليوم 25 من سبتمبر منافسات بطولة العالم للدراجات الهوائية لليوم الثالث على التوالي بسباقات فردية وجماعية. وشارك الدراجان الإريتريان دانييل تخل هيمانوت عضو فريق أوريك جرينغ الأسترالي وميرون رؤسوم عضو فريق MTN جنوب أفريقي في سباق اليوم الذي بلغت مسافته حوالي 57 كيلومتر، حيث جاء الدراج دانييل في المركز الرابع والخمسين والدراج ميرون في المركز التاسع والستين. وقد فاز بالسباق الدراج الألماني توني مارتن، وجاء البريطاني سير برادلي ويغان ثانيا والسويسري فابيان كانتلارا ثالثا. هذا وستختتم ببطولة العالم للدراجات الهوائية المنظمة في إيطاليا يوم الأحد القادم 29 من سبتمبر. ويشارك منتخب إريتريا في البطولة ب13 دراجا في مختلف السباقات. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.